سلام عليكم متابعي قناة بدر الرياضية، أهلا ومرحبا بكم في فيديو اليوم عن موطن أشهر 5 رياضيات في العالم. قبل أن نبدأ ندعوك بالاشتراك معنا والضغط على زر اللايك، ولنبدأ. أولا، كرة السلة. بدأ تاريخ كرة السلة مع اختراعها في عام 1891 في ماساتشوستس من قبل مدرب التربية البدنية الكندي جيمس ناسميث كرياضة أقل عرضة للإصابة من كرة القدم. انتشرت اللعبة بسرعة كبيرة ونمت شعبيتها مع بداية القرن العشرين، أولا في أمريكا ثم في جميع أنحاء العالم. الرابطة الوطنية لكرة السلة والتي أنشأت في عام 1946 تطورت إلى مؤسسة بالمليارات الدولارات بنهاية القرن، وأصبحت كرة السلة جزءا لا يتجزأ من الثقافة الأمريكية. ثانيا، التنس. البداية هما لبناء فرنسا في القرن ال13 الميلادي، ولكن بطريقة بدائية، وذلك عن طريق استخدام كفيا لضرب الكرة. حدثت عقب ذلك تطويرات كبيرة في هذه اللعبة، حيث استخدمت المضارب لأول مرة بشكل فعال في القرن ال15 الميلادي، وحتى ذلك الوقت لم تكن هذه الرياضة تتمتع بالطابع التنافسي، حيث كانت تمارس كنوع من أنواع الترويج عن النفس لا أقل ولا أكثر، ولم تدخل الروح التنافسية إلا بعد ذلك التاريخ بفترة طويلة، ولم يتم تأسيس اتحاد خاص لهذه اللعبة حتى عام 1913 ميلاديا. ثالثا، البلياردو. لعبة البلياردو من الألعاب القديمة التي بدأت في القرن ال15. البداية كانت بإنجلترا، حيث كان هناك أحد الأمراء يدعى بيل، وكان ملولا دائما، وقام بأمر حاشيته بابتكار أي وسائل لتسليته، فاقترح عليه أحد الأفراد ضرب كرات خشبية وإسقاطها في حفرات في حديقة القصر، وأعجب الأمير باللعبة، كان يمارسها لفترات طويلة، مما ساعد على انتشارها في القصور المحيطة به، وعرف باسم البلياردو. رابعا، الجولف. عرفت هذه الرياضة وبدأت في اسكتلندا قبل 500 عام، وذلك عند إنشاء نادي أندرو للغولف، وبعد ذلك تصدرت أيرلندا هذه الرياضة، وبعدها إنجلترا، ثم أمريكا وكندا. وكانت يمارس في القدم من قبل الأغنياء وذو المكانة المهمة في مجتمعهم، وكانت لعبتهم المفضلة. خامسا وأخيرا، كرة القدم. بدأت لعبة كرة القدم في أوائل القرن ال19 بين طلاب المدرسة والجامعات الإنجليزية دون قواعد رسمية، حيث أن كل مدرسة اتبعت قواعد خاصة بها. وفي عام 1863 اجتمع مجموعة من أعضاء المدارس ووضع أول مجموعة من قواعد كرة القدم المنظمة على نطاق واسع، وأطلقوا على أنفسهم لقب اتحاد كرة القدم، وعلى اللعبة الجديدة لقب كرة القدم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا على المشاهدة.